شباب السلام عليكم. قبل أن أبدأ أهني 46 بانتصارهم بالبطولة السابقة 49، وأهني 45 وصولهم اليوم للمباراة النهائية. بما أن احنا نقطع نخاف نوصل للركن ولا الستار. هكذا الحديث هذه الايام، اصرار ما بعد اصرار عند الريال. يوم السبت ليس هذا بل بعده يلتقون 25/10/2014 هناك في مدريد. حكاية لا تقبل القسم على اثنين، انهم الملينجي وليس الكتلان، انهم الريال اسطورة العالم. عندما نتحدث عليهم نقول الرجال انشيلوتي وليس رجال مورينو، بل رجال كريستيانو وليس رجال دي ماريا، بل رجال جاريث بيل وليس رجال هيكوين. هذا الزمن مدريد. عذرا للجميع من يعشق كتالونيا، ليس كرها بكتالونيا، بل لو كان حبي للريال ارهاب فاعتبروني داعش. هكذا الاساطير تكتب في بعض الاحيان. عندما نتكلم عن الريال هي اسطورة. والحديث الكبير عندما ننظر، عندما تكون في ملعب سانتياغو، المهمة الكبيرة الذي تجمع الابيض والاحمر والازرق. نعم برشلونة، بل عشاق برشلونة على الراس، انما برشلونة لا 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 تسألوني. الريال جنة جنوني. لا تسألوني انه بطل ابطال اوروبا. لا تسألوني انه بطل كاس الملك. عندما قال رؤوف جاريث بيل هرب، جاريث بيل هرب، جاريث بيل هرب هرب هرب. يا الهي، هكذا حكاية وهكذا رواية وهكذا اصرار وهكذا قوة. لا تقبل القسم على اثنان. شعارنا الريال، حبنا مدريد. نعم نعم نعم، الريال زعيم العالم لملاه. عندما اتكلم بلغة الريال اكيد ارفع العقل وارفع الراس، وهي كلمة تخرج من القلب للسان. هو تون عندما يمرون هم محبين مدريد اليوم في هذه الحنة يجتمعون الى يوم السبت ينتظرون من اجل ان ينظرون كيف يهزمون كتالونيا. هم العشاق يتفقدون بان سوف يلعب الريال. وهكذا حقيقة الامور هي وحدة. كريستيان هناك يلعب بتمر وحدة بال هذه الاولى. لا 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 تكمال مستحيل. يا رب. يقولون عندنا سواريز ما يعرف بس يعرف. فانا عندي بيبي اعتقد سوف يكون دكتور لكي يشلع السنون. وهكذا يضع بدال سنونه بقربة الامور ويتحدث عن السرارة. نعم يا حبائي، عشاق مدريد فقط. عذرا للكتالان سوف ابقى مدريدي وعشاق وانصار برشلونة. الكل على راسي، اما برشلونة بعيد عن قلبي. شكرا.